السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي، معكم مس إيناس عبد الله. احنا لسه في الوحدة الثانية الدرس الرابع بعنوان الموارد الطبيعية في بيئتنا المصرية. شرحنا الجزء الأول الحلقة اللي فاتت، وهنكمل إن شاء الله الحلقة دي الجزء الثاني، وهنكمل بقية الدرس مع بعض ونقول بسم الله الرحمن الرحيم كده، ونبدأ مع بعض زي ما تعودنا بطرح سؤال معين ونبدأ نفكر فيه، وبعدين هنجاوب إن شاء الله في آخر جزء من الحلقة. إذا علمت أن الرمال تستخدم في صناعة الخلايا الشمسية، فأي نوع من أنواع الرمال الموجودة بمصر تستخدم في هذه الصناعة؟ طيب يلا بينا بقى كده نشرح درسنا ونركز مع بعض في الشرح علشان نقدر نجاوب السؤال ده مع بعض في آخر الحلقة. طبعا الحلقة اللي فاتت شرحنا جزء من الدرس ده وعرفنا يعني إيه مورد طبيعي، وقلنا إن الموارد الطبيعية خلقها الله لنا لتساعدنا على الحياة ونستخدمها في إشباع حاجاتنا الأساسية. وعرفنا إيه هي الحاجات الأساسية. قلنا الحاجات الأساسية لكل إنسان هي الأكل والشرب والسكن والملبس. تمام. طيب الموارد الطبيعية الموجودة في البيئة المصرية يا ولاد هي 3 أنواع، يا إما موارد مائية أو موارد نباتية أو موارد معدنية ومصادر طاقة. اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن الموارد المائية والموارد النباتية، والنهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الموارد المعدنية ومصادر الطاقة. يلا ركزوا كده بقى معايا عشان نعرف يعني إيه بالظبط موارد معدنية ومصادر طاقة. يعني إيه موارد معدنية؟ الموارد المعدنية يا ولاد هي كل ما يتم استخراجه من قشرة الأرض زي الحديد والفوسفات والنحاس والذهب، وكذلك الرمال الموجودة في الصحاري المصرية على أنواعها بقى، سواء كانت رمال بيضاء أو سوداء أو كانت الرمال الصفراء. الرمال يا ولاد بتعتبر مورد من الموارد المعدنية. نقول تاني، الموارد المعدنية هي ما تم استخراجه من قشرة الأرض، سواء كان حديد أو فوسفات أو نحاس أو ذهب أو رمال. تمام. طبعا في انواع كتير من الموارد المعدنيه هندرسها السنه دي، زي مثلا عندي مناجم الحديد والفوسفات اللي بتنتشر في الصحراء الغربيه، وكذلك هنلاقي النحاس والذهب موجودين في الصحراء الشرقيه. يبقى نحفظ كويس ان مناجم الحديد والفوسفات موجودين فين؟ موجودين في الصحراء الغربيه، اما مناجم النحاس والذهب فموجودين في الصحراء الشرقيه. طب بالنسبه لشبه جزيره سيناء بينتشر فيها ايه؟ بينتشر فيها مناجم المنجنيز والنحاس والتنتالوم. طيب ممكن هنا يجي لنا سؤال مهم جدا ويقول لنا بما تفسر أهمية المعادن في مصر أو أهمية الموارد المعدنية في جمهورية مصر العربية. هنقول إيه بقى؟ هنقول إن ساعدت تلك المعادن على قيام العديد من الصناعات مثل صناعة الحديد والصلب وصناعة الصواريخ وصناعة الحلي. تاني، ساعدت تلك المعادن على قيام العديد من الصناعات مثل الحديد والصلب والصواريخ والحلي. طبعا انا من شويه قلت لكم ان الرمال تعتبر مورد معدني، يعني الرمال الموجوده في الصحراء المصريه دي مورد من الموارد المعدنيه. طيب هل الرمال بتدخل في الصناعه؟ تعالوا كده نشوف الرمال البيضاء الموجودة في الصحاري المصرية. عارفين يا ولاد الرمال ديت تعتبر من أجود أنواع الرمال في العالم لنقائها، وتستخدم فعلا في العديد من الصناعات. زي إيه؟ زي صناعة الزجاج وصناعة الخلايا الشمسية. يبقى الرمال البيضاء بتستخدم في صناعة الزجاج والخلايا الشمسية، وده طبعا كان إجابة سؤالنا اللي قلناه في أول الحلقة. الخلايا الشمسية بتصنع من الرمال البيضاء. تمام. طيب في نوع تاني من الرمال غير الرمال البيضاء، عندنا برضو الرمال السوداء. الرمال السوداء دي منتشرة فين؟ موجودة على سواحل البحر المتوسط من العريش شرقا حتى رشيد غربا، حيث كونتها رواسب الأنهار. يبقى الرمال السوداء اتكونت ازاي؟ اتكونت من خلال رواسب نهر النيل، ولذلك فهي تأخذ اللون الأسود. ممكن هنا يجي لنا سؤال مهم ويقول لنا بما تفسر لون الرمال السوداء المنتشر على سواحل البحر المتوسط. طبعا هنقول ان الرمال السوداء المنتشرة على البحر المتوسط تكونت من رواسب نهر النيل، لذلك فهي تأخذ اللون الأسود. طب الرمال السوداء دي بنستخدمها في ايه؟ الرمال السوداء دي يا ولاد بتحتوي على معادن اقتصادية تدخل في العديد من الصناعات المهمة مثل صناعة الخزف. يبقى هنا كده عندي الرمال البيضاء بنستخدمها في صناعة الزجاج والخلايا الشمسية، أما الرمال السوداء فبتستخدم في صناعة الخزف. واحد دلوقتي هيجي يسألني ويقول لي خلاص يا مس احنا عرفنا الرمال البيضاء بتستخدم في صناعة الزجاج والخلايا الشمسية، وكمان الرمال السوداء بتستخدم في صناعة الخزف. طب يا ترى الرمال الصفراء بتستخدم في صناعة ايه؟ على الرغم يا ولاد ان المعلومه دي مش موجوده عندكم في المنهج بتاعكم او انتم مش مطالبين بيها، لكن سهل جدا انك تعرف ان الرمال الصفراء بتستخدم في اعمال البناء وصنع الخرسانه. وطبعا دي معلومه كده اضافيه مفيش مشكله لو قلناها، يبقى كده
عندنا 3 ألوان من الرمال البيضاء والرمال السوداء والرمال الصفراء، وعرفنا استخدام كل منها. وبكده يا ولاد نكون اتكلمنا عن الموارد المعدنية وأهم الموارد المعدنية الموجودة في مصر. طيب بالنسبة بقى لمصادر الطاقة هنلاقي إن مصر بتمتلك مصادر متنوعة لتوليد الطاقة زي البترول والغاز الطبيعي، وده طبعا موجود في الصحاري المصرية وخليج السويس، وكمان الفحم وده بينتشر في شمال شبه جزيرة سيناء. وأخيرا عندي طاقة الرياح والشمس الساطعة معظم أيام السنة، ودي بتعتبر مصدر هام من مصادر الطاقة. تمام، يبقى أنا كده عندي مصادر متنوعة لتوليد الطاقة مثل البترول والغاز الطبيعي والفحم والرياح والشمس الساطعة معظم السنة. نعيد تاني ونقول إن البترول والغاز الطبيعي موجودين في الصحاري المصرية وخليج السويس، أما الفحم بينتشر في شمال شبه جزيرة سيناء، والرياح والشمس الساطعة معظم أيام السنة، ودي بتعتبر مصدر هاما من مصادر الطاقة النظيفة. الشمس والرياح يا ولاد من مصادر الطاقة اللي ربنا خلقها لنا واللي مش بتلوث البيئة، عشان كده بنطلق عليها الطاقة النظيفة. طيب ده ينقلنا بقى لنقطة تانية، وهي انقسام مصادر الطاقة إلى نوعين. احنا عندنا نوعين من مصادر الطاقة، يا إما مصادر طاقة غير متجددة يا إما مصادر طاقة متجددة. الغير متجددة من اسمها كده اللي هي بتنفذ بكثرة الاستهلاك، زي الفحم والبترول والغاز الطبيعي. كل ما تستهلك أكتر كل ما الكمية الموجودة بتخلص وبتنتهي وبتنفذ. تمام، يبقى دي اسمها مصادر طاقة غير متجددة. أما مصادر الطاقة المتجددة زي الشمس والرياح طبعا احنا بنطلق عليها لفظ الطاقة المتجددة لأنها لا تنفذ مع الاستهلاك. طيب يعني ايه تنمية مستدامة؟ التنمية المستدامة يا ولاد يعني استخدام الموارد بحيث تلبي احتياجات المواطنين الحالية مع الحفاظ على حق الأجيال القادمة في هذه الموارد. استخدم الموارد الموجودة قدامك زي ما انت عايز واشبع احتياجاتك منها، ولكن لا تهدر في استخدامها علشان تحافظ على حق الأجيال القادمة في هذه الموارد. طيب علشان كده هنلاقي ان الدولة بتقوم بعدد كبير من المشروعات للاستفادة من الموارد الطبيعية، زي مشروع 100,000 صوبة زراعية في مصر. والهدف من المشروع ده كان 1 زيادة إنتاج الخضروات والفواكه العضوية باستخدام مساحات أقل من الأراضي وكميات قليلة من المياه العذبة. 2 تلبية احتياجات المواطنين المتزايدة من المواد الغذائية نتيجة الزيادة السريعة في عدد السكان. 3 توفير فرص عمل لأكثر من 250,000 مواطن مصري. 4 زيادة صادرات مصر من المحاصيل الزراعية وزيادة الدخل القومي. يبقى لو جه قالك ايه الهدف من إنشاء مشروع 100,000 صوبة زراعية في مصر، ممكن تقول له سببين فقط من الأسباب الأربعة اللي قلتهم من شوية. مثلا ممكن تقول لتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة من المواد الغذائية وتوفير فرص عمل. تمام، لكن لو عايز تقول الأربع أسباب يبقى كده ممتاز جدا، لكن لو قلت برضو سببين بس يبقى كده إجابتك برضو صحيحة 100%. وبكده نكون انتهينا من شرح درسنا النهارده. وبالنسبه لاجابه السؤال اللي طرحناه في اول الحلقه فاحنا جاوبناه في اثناء الشرح. وانتظروني ان شاء الله الحلقه القادمه مع شرح وتوضيح للمشكلات البيئيه الموجوده في بلدنا مصر. استودعكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.